بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. انت يا رمضان حياتي، انت احلى امنياتي. انت يا رمضان حياتي، انت احلى امنياتي. انت يا رمضان عظيم، انت طوقي للنجاة، انت طوقي للنجاة. أنا مش هنسى الدموع وكل لحظة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي. دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي. وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكرياتي معها أشتاق إليها في كل لحظة، أشتاق إلى لمسة كفيها الحنونة، أشتاق إلى مزاحها ودعابها الجميل. في قربي منها أشعر بالأمان، تضمني إلى صدرها فتنساب دموعها. سبحان الله، بيني وبينها حب كبير، لكن لا أدري لما هذا الحب الكبير الذي بيننا. خلقني الله نطفة صغيرة في رحمها، لم أكن شيئا مذكورا. ها هي تحس بشيء ينمو في جسدها، تسرع إلى والدي لتخبره بما تحس به، وفجأة يكبر شعر رأسي وينمو، وتحس بالألم الشديد يداهمها الصداع الرهيب. ترغب في التقيؤ، لكن رغم الجهد والتعب، رغم الجوع والنصب، رغم هجر الفراش وقلة النوم، رغم السهر المتواصل، إلا أنها لا تفتر عن قول: اللهم احفظ ولدي وأخرجه إلى الدنيا سالما. ها هم يحسون باللحظات الأخيرة، تزيد الطلقات ويزيد النبض. ها هم يبشرونها يقولون لها سيخرج الآن، لكن الألم عظيم والألم كبير. تدفع الولد شيئا فشيئا. بشروها: ها هو ولد جميل. خرجت إلى الدنيا وتزيد صراخي ويزيد صراخي ويزيد صياحي وينزعج كل من حولي، لكن بكائي في أذن أمي أجمل نغم سمعته في حياتي، أجمل نغم سمعته في حياتها. ولدي بالدنيا يا ولدي، ضحكاتك أحلى من شهدي، نبراتك تملأني حبا تمنحني سعدا للأبد. أكبر ويكبر معي حب أمي، تزيد ألعابي، أكسر الكثير من أثاث المنزل، أبحث في الدنيا عن أشياء جديدة، أتذمر أتسخط، لكنني مع هذا كله يزيد حب أمي لي. أحاول أن أغضب عليها كثيرا، أرفع صوتي عليها، أطلب أشياء كثيرة ليست موجودة، لكنها مع ذلك صابرة محتسبة. ومع ذلك كله يزيد العطاء من أمي، ويزيد البذل من أمي، ويزيد الجفاء مني، ويزيد البعد مني، وهي صابرة محتسبة. سبحان الله، ما أجملك يا أمي، ما أعظمك يا أمي. هي سلة فواكه جمعت أجمل الثمار، هي بستان صدق مملوء بأجمل الأزهار، هي والله عنوان صدق وإخاء، وتاج تضحية وفداء. تنسى نفسها لتتذكرني، تسهر كي أرتاح أنا، تطمئن على صحتي، أمرض أتعب فلا تنام، تهجر الفراش، تستدعي الطبيب، ويأتي والدي بالطبيب ويطمئنها الطبيب، لكنها لا تطمئن حتى ترى تلك الضحكات على وجهي. سبحان الله، أي حب ذلك الحب،
أي وفاء ذلك الوفاء، أي إخلاص ذلك الإخلاص. ربما كنت تشاهدينني الآن يا أمي، لكنني الآن أعترف لك في رمضان أنني مقصر في حقك يا أمي، أنني مفرط في حقك يا أمي. أتمنى لو كنت الآن معي حتى أتوج جبهتك بقبلة، أتمنى لو كنت الآن معي حتى أخدمك، أتمنى لو كنت الآن معي حتى أؤدي شيئا من حقك الذي فرضه الله جل وعلا علي. الآن أدركت معنى قوله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآن أدرك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الجليل الذي جاء يسأله: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاني بك يا أمي، لذلك أنا في رمضان وبعد رمضان وطوال العام وحتى يأتي في العام القادم رمضان سأظل أبر بك، سأظل حريص على خدمتك، سأظل قريب منك حتى أكون من هؤلاء الذين يفوزون برضا الله سبحانه وتعالى. وقفة يا شباب، وقفة يا أحباب. قال محمد بن المنكدر: بات أخي قائما بالليل يصلي، بات أخي قائما بالليل يصلي، وقعدت أنا عند قدم أمي أغمزها وأدلكها حتى نامت، ووالله ما أحب أن ليلتي بليلته، ما أحب أني الآن قائم أصلي لأنني في خدمة أمي، لأنني أبر بأمي الآن. ما أجمل هذه الصورة، ما أجمل هذه الصورة يا شباب يا فتيات. دعونا نطبقها في رمضان، دعونا نبر بآبائنا وأمهاتنا، دعونا نملأ قلوبنا بحب أمهاتنا، تلك الأمهات التي تعبت، التي نصبت، التي ضحت، التي بذلت، التي أعطت، التي قدمت. نحن ماذا قدمنا لأمهاتنا؟ ماذا قدمنا لآبائنا؟ جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. الهجرة أفضل الأعمال بعد الإسلام على الإطلاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. أنا الآن أتمنى أن أضحكك طول عمري. كم أبكينا يا شباب ويا فتيات دموع الأمهات، كم ذرفت دموع الأمهات شوقا مرة، وحزنا مرة، وألما مرة، وتوجعا مرة. كل هذا من أجلنا نحن، حتى ننمو، حتى نكبر، حتى نتعلم، حتى نكون ناجحين في الحياة. والأم هي التي تتعب، والأم هي التي تبذل، والأم هي التي تنصب. لحظة يا شباب. فريد غلام توفي والده وتولت أمه تربيته بعد وفاة والده. كانت تغدق عليه الأموال، كانت تشتري له الثياب، كانت تعلمه في أحسن المدارس. تجاوز الثانوية العامة وبدأ يتعرف على صحبة فاسدة. بدأت أمه تشم رائحة الدخان في ملابسه. يا فريد يا ولدي اتق الله، اتق الله يا ولدي، ابتعد عن الصحبة السيئة واقترب من الصحبة الصالحة. كان يتذمر ويتسخط ويهين أمه ويسبها ويشتمها وربما يدفعها. وكثيرا ما كان الجيران يتدخلون على صراخ والدة فريد، حتى جاء يوم الألم. في يوم من الأيام كان في حالة شديدة من السكر بعد أن تناول الحشيش المخدر. دخل الساعة 8 صباحا إلى المنزل. كان يوم جمعة. استوى على فراشه وجهاز التكييف يصب عليه هواءه البارد صبا. أمه دخلت عليه والإمام على المنبر: يا ولدي اتق الله يا فريد، هذه رابع جمعة لم تصلها، عد إلى الله يا فريد. قام من نومه مذعورا، هب في وجهها، شتمها، حاول أن يرجع مرة إلى الفراش. اندفعت أمه على الأرض، سقطت تبكي: يا ولدي إلى متى وأنت تعاملني بمثل هذه المعاملة؟ جاءه شيطانه: كيف تخرجك أمك من الجو الذي أنت فيه؟ ذهب إلى خزانة والده، أخرج مسدسه، أدخل فيه 6 طلقات. كانت أمه قد ذهبت بعد أن اطمأنت أن ولدها قد قام بعد هذه الجولة العنيفة. وهناك فوق السرير الذي طالما دفأته أمه فوقه، فوق السرير الذي طالما أرضعته أمه فوقه، مزق الرحم الذي حواه ب6 طلقات. وارتمت أمه جثة هامدة فوق السرير بلا حراك. وتدخل الجيران على صوت الرصاص، وسقط فريد مغمى عليه من هول الفاجعة. حمل فريد بعد ذلك إلى المستشفى. والله يا شباب، والله يا فتيات، يحدثني أحد الصالحين الذي كان قريبا من فريد، يقول ذلك القريب، يقول: فريد يا جماعة يا ناس،
أين أمي؟ أمي أحن الناس قلبا، أمي أرق الناس فؤادا، لم تسأل علي، كل الناس زاروني في المستشفى، لكن أين أمي؟ كان لا يدري أنه هو الذي مزق الرحم الذي حواه ب6 طلقات، كان هو لا يدري أنه هو السبب في رحيل أمه عن الآخرة، عن الدنيا إلى الآخرة، التي كانت أمه سببا في قدومه إلى الدنيا بعد الله سبحانه وتعالى. ما أقسى قلوب هؤلاء العاقين، ما أقسى قلوب هؤلاء الشباب الذين يبتعدون عن حديقة البر. يا شباب، يا فتيات، اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق. والله يا أيها العاق، اعمل ما شئت، لن يرضى ربك عنك حتى ترضى أمك. اعمل ما شئت من الأعمال، ابذل ما شئت من الأموال، تصدق، أنفق، صلي، لكن إذا كانت أمك غاضبة والله لا يرفع عملك إلى الله سبحانه وتعالى أبدا. إذا كان والدك غاضب والله لا يرفع عملك إلى الله أبدا. يا شباب، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت أجاهد معك. فقال: أحي والداك؟ عندك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ارجع إلى والديك وجاهد فيهما، جاهد في خدمتهما، جاهد في برهما، جاهد في عطائهما. وصدق الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. طيب يا رب، ما جزاء هذا البار؟ ما جزاء هذا الذي بلغ أشده وهو بار بوالديه؟ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يا أيها العاق، عد الليلة في رمضان إلى ربك، عد الليلة إلى البر بوالدتك، عد الليلة إلى البر بوالدك، أقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، انطرح بين يديه. لا بد أن تراجع حساباتك، لا بد أن تعرف قدر الوالدة والوالد، لا بد أن تتذكر هذه الذكريات ولا تنساها. كم حملوك وأنت صغير، كم أرضعوك، كم أطعموك، كم غيروا لك الملابس، كم تعبوا وسهروا من أجلك، كم ضمدوا جراحك، كم تعبوا كي تكون ناجحا في حياتك، كي تدخل إلى المدرسة، كي تتفوق، كي تكون مميزا بين الناس. كم ألبسوك من الثياب، كم دفؤوك من البرد، وكم وضعوا لك البراد في وقت الحر والشمس والقيظ. أليس هؤلاء بحاجة إلى الرعاية؟ أليس هؤلاء بحاجة إلى الاهتمام؟ أليس هؤلاء بحاجة إلى العطاء؟ لذلك جعل الله جل وعلا بعد أعظم الحقوق حق التوحيد لله حق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى الله وفرض الله وأمر الله وحكم الله أن يكون بعد عبادته الإحسان إلى الوالدين، البر بالوالدين. دعونا يا شباب ويا فتيات نتعاهد هذه الليلة أن نقبل على البر بالوالدة والوالد، أن نقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن نصدق مع الله جل وعلا. يا كل عاق، الآن اجلس جلسة مع نفسك لوحدك، قل: يا رب، أنا عاق، أنا عاصي، أطلب منك يا رب أن تجعلني بار بوالدي. يا رب، لا أدري لماذا أغضب، لا أدري لماذا أرفع صوتي، لا أدري لماذا لا أبالي بالأوامر. يا رب، يا رب، اجعلني بار. قلها بصدق أيها الشاب، وقوليها أيتها الفتاة. نلتقي بإذن الله بعد هذا الفاصل. أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت يا رمضان حياتي، انت احلى امنياتي، انت يا رمضان حياتي، انت احلى امنياتي.
انت يا رمضان حياتي، انت احلى امنياتي، انت يا رمضان حياتي، انت احلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم أيها الإخوة والأخوات. ذكرياتي معها هي أشواق قلوب شباب المسلمين إلى أمهاتهم، هي الأشواق التي ينبغي أن تتحرك في رمضان. إذا كنت عاق عليك بالبر، إذا كنت لم تزر والدتك عليك بزيارتها في رمضان، ادعها للإفطار معك، أفطر معها، اجلس بجوارها، ضع اللقمة في فمها، أحسسها وأشعرها أنك تحبها، قدم إليها شيئا من الخير من البر، ائتها بهدية، حاول قدر استطاعتك أن تبذل كل ما في وسعك كي ترضى عنك والدتك. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا عمر، يقدم عليكم وفد اليمن. وفد اليمن يأتي من الحج، يأتي من اليمن للحج، فيهم أويس القرني، رجل كان به مرض البرص فشفاه الله عز وجل إلا موضعا قدر الدرهم، له والدة هو بها بار، فإن استطعت يا عمر أن يستغفر لك فافعل. قال عمر: فجاء وفد اليمن فكنت أصرخ: أفيكم أويس القرني؟ فيقولون لا. فيأتي الوفد الذي بعده: أفيكم أويس القرني؟ فيقولون لا. حتى جاء الوفد: أفيكم أويس القرني؟ قال: نعم أنا أويس القرني. قال: أنت أويس من قبيلة مراد ثم من قبيلة قرن؟ قال: نعم. قال: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن يستغفر لك يا عمر فافعل. استغفر لي يا أويس، ألم يكن لك والدة أنت بها بار؟ قال: نعم. ألم يكن عندك مرض البرص ثم شفاك الله؟ قال: نعم. قال: استغفر لي يا أويس. فاستغفر أويس لعمر. سبحان الله، لهذه الدرجة بر ذلك الرجل بوالدته جعله من الذين يستجيب الله لهم الدعاء، جعله من الذين يتقبل الله منهم الدعوات. تأمل هذه فضيلة عظيمة، ضعها أمامك، أمام ناظريك، على السيارة، على الباب: بري بأمي تستجب به دعوتي، بري بوالدتي يرفع الله به دعائي. ما أجمل أن تكون هذه مشاعرنا في رمضان، ما أجمل أن نفقه هذا في رمضان، أن نعرف هذا في رمضان. روى البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن أنيس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. بعد الشرك مباشرة عقوق الوالدين واليمين الغموس. اسمع يا عاق، هذا والله من أكبر الكبائر. لا ينفعك الصيام ولا تنفعك الصلاة ولا ينفعك الإحسان ولا الصدقة ولا أي شيء تبذله إذا كنت عاق، لأن هذا من أكبر الكبائر، لأن هذا من الكبائر التي تغضب الله عز وجل. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، عندي قصة، ما هي قصتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، لي والدة كبيرة مسنة عجوز لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها، لازم أحملها على ظهري، أشيلها على ظهري فتقضي حاجتها، تتبول علي، تقضي الحاجة علي، فإذا قضت الحاجة أنزلتها ثم أنظف نفسي ثم أطهرها ثم أوضئها ولا أنظر إلى عورتها، فهل أديت حقها؟ فهل أديت حقها؟ قال عمر: لا والله ما أديت حقها، إنها كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقاءك، كانت تنظفك، كنت تقضي الحاجة عليها، لكنها كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقاءك، وأنت الآن تصنع ذلك بها وأنت تتمنى فراقها. أنت متأفف، أنت متكدر، فالفرق بينك وبينها كبير، ما أديت ولا طلقة من طلقاتها. ويأتي رجل إلى عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا عبد الله، أنا أحمل والدتي فأطوف بها حول البيت وأودي بها الشعائر وأسعى بها بين الصفا والمروة، أحج بها الحج كامل، هل أديت حقها؟ قال: لا ولا طلقة من طلقاتها. إن الطلقات عند خروج الجنين، عند الولادة، عند الوضع أصعب وأشق من أن تطوف وتسعى وتمشي بين المشاعر وبين الحرم وبين عرفات وبين منى ومزدلفة، أشق من هذا طلقة واحدة من طلقات الأم. هل استشعرت هذا يا أخي؟ هل استشعرت هذا يا أختي؟ هل نحن الآن على استعداد أن نبر بآبائنا وأمهاتنا؟ ما أجمل أن نسقي البنات والشباب والفتيات معاني البر الصادقة: أماه يا روضة بالحب تأتينا ويا سحابة خير في بوادينا، أماه يا نهر جود بات يغمرنا يسقي مشاعرنا حبا ويروينا،
أماه يا فرحة تبدو ويا أملا، أماه يا مشعلا للخير يهدينا، في برك الفوز يا أماه إن صدقت لنا النوايا عن النيران تحمينا، جنات خلد أعدت يا حبيبتنا لمن أطاعك قول الآن آمين. هذا هو البر بالوالدة، يكون السبب والجزاء والثمرة أن تدخل إلى الجنة، أن تدخل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. قال بعض الشعراء وهو يتصور غلاما قتل أمه: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو مضرج: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب الإله من السماء قد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. يا أيها الغلام، أنت والله قلب أمك وأبيك، أنت الريحانة، أنت الزهرة التي يشمون عبيرها، أنت البستان. قال الله عنك: المال والبنون زينة في الحياة الدنيا، أنت الزينة. لا ينبغي أن تكون الزينة أبدا سببا في إهلاك الأب والأم، لا ينبغي أن تكون الزينة أبدا سببا في تعاسة الأب والأم. الزينة تجمل حياة الأب والأم، الزينة تزيد الحياة وقار، تزيد الحياة أنس، تزيد الحياة سعادة. لماذا إذن تتسبب في إغضاب الوالدين؟ لماذا إذن تتسبب في أن يكون عند أبيك تعاسة، عند أمك تعاسة؟ دعونا نسقي أولادنا بالحب والعطاء، دعونا نعلمهم كيف يكون حب الوالدين. وصلتني هذه الرسالة على البريد الإلكتروني، تقول هذه المرأة: كعادتي أستيقظ في كل صباح مبكرة، في هذا الصباح استيقظت مبكرة وأنهيت بعض أعمالي، فتحت علي ابنتي ريم فجأة الباب، وجدتني أكتب في أوراقي. قالت لي: ماما ماذا تفعلين؟ قلت لها: أنا أكتب رسائل إلى الله يا حبيبتي. قالت: ماما هل تسمحي بقراءتها؟ قلت: لا، هذه رسائل خاصة ولا أسمح بقراءتها. غضبت مني ابنتي وانطلقت إلى غرفتها وأغلقت عليها الباب تبكي. ابنتي رزقنا الله بتلك الفتاة بعد زواجي أنا وراشد، إنها تدرس الآن في السنة الرابعة الابتدائية. زوجي راشد بعد أن أنجبنا ابنتنا مريم أصبح مشلولا بسبب حادث سيارة، مقعدا على كرسي. في كل صباح تأتي ابنتي مريم الصغيرة وتمسح بمنديلها الصغير ذلك الكرسي المتحرك. كنا نداعبها بريم وكنا نسميها مريم، كانت تملأ البيت سعادة وسرورا. في يوم من الأيام دخلت عليها غرفتها وجدتها تكتب في كراسة الرسم. لما دخلت أخفت عني هذه الكراسة. ماذا تفعلين يا مريم؟ ماذا تفعلين يا ريم؟ قالت: أنا أكتب رسائل إلى الله يا ماما. قلت لها: هل تسمحي بقراءتها؟ قالت: لا، لن أسمح بقراءتها. وخبأت مني الرسائل ببراءة طفولية. لقد رباها والدنا راشد على أن تعطي لمعلماتها في كل يوم أربعاء زهرة من زهور الحديقة، لذلك هي تزرع معي هذه الزهور وتلك الورود في حديقة المنزل. في يوم من الأيام وجدتني ابنتي ريم أبكي لأن والدها راشد أصبح مصابا بمرض خطير، وإن الطبيب قد أخبرني أنه قد يموت بعد أسبوعين أو ثلاثة. قالت لي: ماما لماذا تبكين؟ قلت لها: لأن الطبيب أخبرني أن بابا قد يغادر هذه الدنيا، لذلك أنا أحزن وأدعو الله أن يشفي الله أباك. فانطلقت ريم إلى غرفتها وأغلقت عليها الباب وبدأت تبكي بكاء شديدا. بعد هذه الحادثة بأسبوع تقريبا، في ذلك الصباح قامت ابنتي ريم مبكرة، نظفت كرسي باب المتحرك وساعدتني أن نجلس زوجي راشد عليه، ثم أفطرت معنا على مائدة الإفطار. وضعت لها السندويتش في الشنطة، ثم أوصلتها إلى المدرسة وراقبتها وهي تصعد درجات السلم. ثم عدت إلى البيت وأنجزت بعض الأعمال. فكرت: لما لا أدخل إلى غرفة ريم وأقرأ بعض رسائلها؟ دخلت إلى غرفة ريم، بدأت أقلب الأوراق. أين الأوراق؟ لم أجد في الدرج شيئا، لم أجد في السرير شيئا، لم أجد تحت مخدتها شيئا. إن لريم صندوق تحتفظ فيه بتلك الرسائل الخاصة. فتحت ذلك الصندوق، ياه إنه مليء بالرسائل. يا رب ابن خالتي محمد ينجح، يا رب زهور الحديقة تكثر حتى أعطيها إلى المعلمات، يا رب قطتنا تلد الكثير من القطط. سبحان الله، تأملت فإذا كثير من هذه الرسائل تحققت وحقق الله جل وعلا هذا المطلوب. ففجأة تعجبت وقلت: لماذا؟
لم أجد رسالة واحدة تدعو الله سبحانه وتعالى فيها لأبيها بالشفاء العاجل، لكنني حزنت حزنا كبيرا على ذلك وعدت إلى عملي. رن جرس الهاتف، رفعت السماعة، كانت مديرة المدرسة تبكي بحرقة وشدة وألم تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، احتسبوا ابنتكم ريم عند الله سبحانه وتعالى. لقد ماتت ريم، كانت تحاول أن تمسك بزهرتها التي سقطت من فوق سور المدرسة، فانحنت لتمسك بها فسقطت من الدور الثاني فوقعت فماتت. كانت الصدمة علينا عنيفة شديدة، لا ندري كيف عشنا طوال هذه الأسابيع 9 بعد رحيل ابنتنا ريم. أغلقت باب الغرفة، لم أدخل إلى الغرفة منذ ذلك الحين ومنذ تلك اللحظة أبدا. فجأة وبينما أنا على مائدة الطعام أنا وزوجي راشد سمعنا ضجة في غرفة ريم. هل يعقل أن تكون ابنتنا عادت إلى الدنيا؟ ذهبت وأنا متئدة الخطى، فتحت الباب، لم أتمالك دمع عيني. هذه مريالة المدرسة، وهذه جزمتها، وهذه ضفائرها الجميلة، وهذا لباسها، وهذه أدواتها. أكببت على المخدة أبكي وأنا أشم رائحة ملابسها. التفت يمينا وشمالا، من أين صدر هذا الصوت؟ لا، إنها تلك اللوحة التي فيها صورة الحرم المكي، لقد سقطت على الأرض. إن ريم تحبها كثيرا. رفعت اللوحة وضعتها في فوق مكانها المخصص لها، وفجأة لمحت بين الإطار والصورة ورقة صغيرة مطوية. سبحان الله، إنها من رسائل ريم، لكن لماذا تخفيها هنا؟ فتحت الورقة، نظرت ولم أتمالك دمع عيني. كانت ريم قد كتبت بخط أحمر صغير: يا رب يا رب يا رب، أموت أنا ويعيش بابا. يا رب أموت أنا ويعيش بابا. ما أجمل هذه المشاعر التي يتربى عليها الصغار. نحن نقول الآن: يا رب يا رب، إن كان في أعمالنا زيادة فأعطها لآبائنا وأمهاتنا ليعيشوا هم ونموت نحن حتى يسعد الآباء والأمهات. يا شباب، يا فتيات، عاهدوا الله في رمضان أن نتوب، عاهدوا الله أن نتوب من العقوق، أن نبر بالآباء والأمهات. يا أمهات الدنيا، يا كل أمهات المسلمين، نعاهدكن الليلة، سنبر بكن، سنرجع بعد هذه المحاضرة، بعد هذه الحلقة، لنقبل الأقدام، لنقبل الأيدي حتى ترضوا عنا. إني داع فأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا البر بالآباء والأمهات. يا رب ارزقنا البر بالآباء والأمهات. يا رب ارزقنا البر بالآباء والأمهات. يا رب أتعبنا آباءنا وأمهاتنا كثيرا، وحان الآن وقت الحصاد، فأعنا على إسعاد آبائنا وأمهاتنا. يا رب كل شاب يسمعنا الآن لديه عقوق مع والديه، نسألك أن تعينه على البر، تب عليه يا رب. كل فتاة تسمعنا الآن لديها عقوق مع والديها، تب عليها يا رب، تب عليها يا رب، تجاوز عنها يا رب، إنك أنت السميع العليم. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اغفر زلاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا يا رب. أعتق رقابنا، أعتق رقابنا قبل أن يرحل رمضان، أعتق رقابنا قبل أن يرحل رمضان، أعتق رقابنا قبل أن يرحل رمضان. إنك أنت ربنا الرحمن. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، التي هي بعنوان حنين المساجد. حتى ذلك الحين يرعاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت يا رمضان حياتي، انت احلى امنياتي، انت يا رمضان حياتي، انت احلى امنياتي، انت يا رمضان عظيم، انت طوقي للنجاة، انت طوقي للنجاة. انا مش هنسى الدموع وكل لحظة ذكرياتي، لما بفطر، لما بدعي، لما ببكي في صلاتي، لما ببكي في صلاتي.